الحمد لله منزل الشرائع والأحكام ومفصل الحلال والحرام والهادي من اتبع رضوانه سبل السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له توحيدا هو في التقرير محكم النظام وفي الإخلاص وافر الأقسام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للأنام، فعليه منه أفضل صلاة وأكمل سلام، ثم على آله الطيبين الكرام وأصحابه نجوم الهدى والأعلام. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام فضائية. وفي هذه الحلقة، وهي الحلقة النهائية أو الأخيرة للبرنامج، نختم بهذا المقال للأستاذ إسماعيل إبراهيم مختار، وهو من الدعاة الموجودون الآن في كندا، يرأس مركزا إسلاميا هناك، وهو كما قلنا ابن المفتي الأول للديار الإريترية إبراهيم مختار، وكتب عن اللغة العربية بعنوان التباين الفكري حول اللغة العربية في أريتريا. يقول الأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار: تذكر الأخبار المتداولة شفهيا حوارا دار في داخل أول برلمان إريتري منتخب في الخمسينيات من القرن الماضي. كان ذلك خلال نقاش حاد حول اللغات الرسمية لأريتريا، حين وقف عضو برلماني من كتلة الاستقلال متحدثا لصالح تبني اللغة العربية كلغة رسمية ثانية لأريتريا، وبينما كان يتحدث باللغة التجرينية معبرا عن موقفه، قاطعه برلماني آخر من حزب الانضمام. الانضمام هو حزب الاندلنت، وهو الذي يدعو الانضمام لإثيوبيا، وسأله بنبرة ساخرة: لماذا تتحدث بالتجرينية؟ تحدث بالعربية. أليست العربية لغتكم كما تدعي؟ طبعا يريد أن يحرجه. هذا التبادل البرلماني على بساطته يعبر عن التباينات الموجودة في الواقع الإريتري حول وضع ومكانة اللغة العربية في أريتريا. يقول الأستاذ إسماعيل ابن إبراهيم مختار: ولقد بدأ هذا التباين مبكرا. يعني هذا الكلام اللي حصل في البرلمان وتباين، هذا يريد أن يتكلم عن اللغة العربية، ولكن يريد أن يرسل هذا الفهم باللغة التجرينية حتى يسمع الذين يناهضون اللغة العربية بلغتهم. ولقد بدأ هذا التباين مبكرا مع بدايات الحوار الوطني حول المصير الإريتري، وهو تباين لا يزال مستمرا في المحافل الإريترية المختلفة حتى الآن. على مدار العقود الماضية تراوحت مواقف السياسيين والمثقفين من أبناء إريتريا ما بين معارض ومؤيد، فالبعض يعتبر اللغة العربية لغة الأقلية زي ما قالوا قبيلة رشايدة، ولغة الشعائر الإسلامية فقط، بينما يعتبر آخرون اللغة العربية في إريتريا هي اللغة الأساسية التي تتجاوز كل اللغات المحلية. إذن في هذا المقال في عنوان فرعي إطلالة تاريخية، يريد أن يتكلم أن يطيل على التاريخ، يرتبط التاريخ والعرف والظرف الاجتماعي الإريتري بتاريخه
وثقافة الجزيرة العربية ارتباطا وثيقا. كانت إريتريا عبر التاريخ نقطة تلاقح بين ثقافة ضفتي البحر الأحمر. البحر الأحمر أو ما يسمى ببحر القلزم سابقا هو الذي يفصل بين قارة آسيا قارة إفريقيا. فهذه هاتين الضفتين كانت الثقافة السامية العربية والثقافة الإفريقية. فمملكة أكسوم وحضارتها ولغة الجيز أو الجعز وما تفرع منها من التجرينيا والتجري أو التجرايت لهما أصول وروابط يمنية عربية عميقة. كما ذكرنا اللغة التجرينيا هي لغة سبائية عربية، يعني الذي يتكلم باللغة التجرينيا هو يتكلم باللغة العربية، والتي سميت باللغة الحبشية أو السامية أو الجعزية، ولهما أصول وروابط يمنية عربية عميقة. وعبر القرون من خلال الهجرات المتتالية والعلاقات التجارية وحركات الغزو تعرضت إريتريا لموجات من التأثيرات العربية المستمرة، ولذلك كانت اللغة العربية جزءا من تشكيل اللغات المتداولة في إريتريا منذ وقت مبكر في التاريخ. ولعله من الصعب، يقول الأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار، ولعله من الصعب تحديد أبعاد وعمق تأثير اللغة العربية في إريتريا قبل الإسلام، لكن احتمال كون اللغة العربية جزءا من مزيج اللغات الإريترية في ذلك الوقت أمر لا يمكن إنكاره. وبحسب بعض التقارير التاريخية فإن ملك الحبشة الذي هاجر إليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الحبشة الأولى والثانية كان يتقن اللغة العربية، حيث قضى جزءا من شبابه في الجزيرة العربية. هو أسحم النجاشي، ملك النجاشي، الذي قال فيه إن هنالك ملك لا يظلم عنده أحد هاجر إليه فأمرهم بالهجرة إليه. هذا الملك النجاشي أسحم، بعد ذلك أسلمه، كان يتقن العربية، لذلك لم يحتاج للترجمة، كان يتقن اللغة العربية حيث قضى جزءا من شبابه في الجزيرة العربية. ومع حلول فجر الإسلام في إريتريا انتشرت اللغة العربية واتسع نطاق تداولها والتحدث بها. استخدمت القوى الاستعمارية العربية والتجرينية في اتصالاتها مع الجمهور الأريتري، وتمشيا مع سياسة فرق تسد عاملت اللغة العربية كلغة خاصة بالمسلمين والتجرينيا كلغة للمسيحيين أو للنصارى، بينما نجد عدد كبير من المسلمين يتحدثوا باللغة التجرينيا سواء في المرتفعات أو في العاصمة الأريترية أسمرة يتحدثون باللغة التجرينيا ولا يعتبرونها لغة وافدة، إنما هي لغة من اللغات الأريترية. في حقبة تقرير المصير الأريتري تبنت الكتلتان السياسيتان، كتلة الانضمام وكتلة الاستقلال، مواقف متعارضة. دعت كتلة الاستقلال بقيادة الرابطة الإسلامية إلى الاعتراف باللغتين العربية والتجرينية. يعني المسلمون كانوا فاهمين القضية، يعني
إنه اعترفوا باللغة التجرينية، وأن تكون اللغة العربية والتجرينية لغة رسمية لإريتريا. هذا في الأربعينيات من القرن الماضي في البرلمان، عندما كانت هنالك أحزاب أريتريا وجرائد ومجلات، كانت حرية وإنشاء الأحزاب وهكذا والأندية. لذلك بينما عرضت الكتلة الانضمامية حزب الأندنت الاعتراف بالعربية ودعت إلى اعتماد التجرينية فقط أو التجرينية والأمهرية، يعني انطلاقا من العقيدة الأمهرية، لأنه معظم الذين يتحدثون بها نصارى في إثيوبيا، وهكذا. أثناء صياغة الدستور الإريتري بعد إنشاء البرلمان الإريتري في الأربعينيات كان هنالك دستور وكان هناك برلمان. بعد ذلك ألقى الإمبراطور هيلي سلاسي البرلمان وألقى الدستور وضم إريتريا إلى إثيوبيا مرة أخرى، وألقى اللغة العربية واللغة التجرينية حتى في التعليم، وأمر التعليم بالأمهرية، فرض اللغة الأمهرية، أو منهم من يقول الأمحرية من الأمحرة، هي اللغة الرسمية لإثيوبيا وأريتريا. بعد إنشاء البرلمان الإريتري كانت مادة اللغة الرسمية هي الأكثر إثارة للجدل والخلاف، أن اللغة هي هوية الشعب. فالمسلمون طالبوا باللغة العربية مع اللغة التجرينية، ولا مناص يعني ولا مشاحة أن تكون هناك لغتان رسميتان، كما في كندا هناك لغة إنجليزية ولغة فرنسية في كل، وفي البرازيل لغة برتغالية ولغة إسبانية. فلا خلاف يعني بين الشعوب إذا تفاهمت يعني. لذلك يقول مادة اللغة الرسمية هي الأكثر إثارة للجدل، وهذا طبعا تدخل من الجانب الإثيوبي لإفشال الوحدة الإريترية وإفشال الأحزاب الإريترية. وبعد ذلك ضم إريتريا مرة أخرى في عام 1951 أو 52 إلى إثيوبيا. إذن وبعد مناقشات محتدمة وردود متبادلة ومفاوضات جانبية، صوت البرلمان لصالح المادة 39 والتي تنص على ما يلي. شوف، هذا البرلمان الإريتري في الأربعينيات يصوت على أن تكون اللغتان التجرينية والعربية اللغتين الرسميتين في أريتريا. حسب العرف المتبع في إريتريا سيسمح باستعمال اللغات المكتوبة والمنطوقة لدى مختلف عناصر الشعب عند الاتصال بالسلطات العامة، كما يسمح باستعمالها للأغراض التعليمية والدينية ولجميع أوجه التعبير عن الرأي. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، ونحن على نهاية هذه الحلقات عن اللغة العربية وتاريخيتها في برنامج في شرف العربية. وختمنا بهذا المقال تباين فكري حول اللغة العربية في إريتريا للأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار، وهو ابن المفتي الأول للديار الأريترية.
فإذا أقر البرلمان على أن تكون اللغة التجرينية والعربية لغتان رسميتان. وفي حقبة الكفاح المسلح تمسكت حركة التحرير الإريترية وكذلك جبهة التحرير الأريترية بالموقف الذي تبنته الكتلة الاستقلالية، وما قررته مادة 39 من الدستور الإريتري حول اللغات الرسمية في إريتريا. وأكدت جبهة التحرير هذا الموقف في مؤتمرها المنعقد عام 1971. طبعا عام 1972 انفصلت الجبهة الشعبية عن جبهة التحرير الإريترية. ورغم هذا فقد برزت من داخل جبهة التحرير أقلية لها رؤية مغايرة لمسألة اللغات الرسمية. أصدرت هذه المجموعة وثيقة نحن وأهدافنا، نحن على منان يقول بالتجرينية، عام 1971، وفيها تشكيك في مدى تعبير مادة اللغات الرسمية في الدستور الإريتري عن رغبات الشعب الإريتري. تقول الوثيقة نحن وأهدافنا: أصبحت اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية في إريتريا فقط من خلال القرار الفيدرالي لعام 1952 الذي لم يشارك فيه الشعب الإريتري. يعني الشعب لم يستفتى في اللغة العربية أو اللغة التجرينية أن تكونا لغتان رسميتان، أن تكونا لغتين رسميتين في إريتريا. هذه حجة، طبعا حجتهم إنه ما في لم يشارك الشعب الإريتري. في وقت لاحق تبنت الجبهة الشعبية لتحرير أريتريا ما أطلق عليه سياسة المساواة في اللغة، أي اللغة الأم، والذي كان يشكل تحولا عمليا عن سياسة ثنائية اللغة الرسمية المستقرة منذ الخمسينات بعد استقلال إريتريا وأثناء سياقة دستور 1997. يعني بعد التحرير برز للسطح نقاش اللغة الرسمية في إريتريا. تجنب واضعو المسودة ذكر أي شيء يتعلق باللغة الرسمية أو باللغات الرسمية، واكتفوا بالمادة 4 والتي تنص المساواة بين جميع اللغات الإريترية. يعني ما في لغة رسمية حتى الآن في إريتريا، سواء كانت اللغة العربية أو التجرينية أو التجرايد أو العفر أو البلين أو الساهو، يعني يكون في مساواة بين جميع اللغات الإريترية، ولكن لا نرى أي مساواة، بينما نجد التجرينية هي السائدة في أريتريا. النقاش البرلماني بين المؤيدين والمعارضين، هكذا يقول الأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار. ناقش البرلمانيون قضية اللغة الرسمية بحماس بالغ، وقدم الطرفان حججهما بقوة وعزم، ولا تزال هذه الحجج هي الأصل في كثير من النقاشات التي تدور اليوم. وفيما يلي نبذة مختصرة عن حجج المعارضين والمؤيدين. ماذا قال المعارضون؟ قال المعارضون: لا يوجد في إريتريا أحد لا يفهم التجرينية، وعليه يجب أن تكون هي اللغة الرسمية الوحيدة. ثانيا، اللغة العربية لغة دينية وأجنبية ولا يمكن أن تكون لغة رسمية. طيب، القومية التاسعة في إريتريا هي قومية الرشايدة. إذن الرشايدة ليسوا أجانب، هم من إريتريا كقومية إريترية تمثل القومية العربية، هم الرشايدة. ثالثا، بما أننا سنرتبط فيدراليا مع إثيوبيا فلتكن اللغة الأمهرية هي اللغة الرسمية. طبعا هؤلاء حزب أندنت الوحدة مع إثيوبيا، لذلك يقول الأمهرية هي اللغة الرسمية
الثانية مع التجرينيا. إذا كانت هناك حاجة للغة الرسمية ثانية فلتكن لغة التجري هي اللغة الثانية. طيب، ولتكن التجرينيا فقط اللغة الرسمية ونستخدم اللغة العربية بصورة مرحلية حتى يتعلمها من يجهلها. معظم الدول لديها لغة رسمية واحدة وعلم واحد. دعونا نتبنى التجرينيا فقط. من الذي قال؟ برازيل لها لغتان، وكندا لها لغتان، لغة فرنسية ولغة إنجليزية. طيب، المؤيدون ماذا قالوا؟ اللغة العربية بين المعارضين والمؤيدين. ماذا قال المؤيدون؟ اللغة العربية لها تاريخ طويل، وهي لغة العديد من الدول. اللغة التجرينيا محدودة، وهي لغة سكان الهضبة كبسة، سموها كبسة، فهي المرتفعات فقط. اللغة العربية ليست أكثر أجنبية من التجرينيا، كلتاهما العربية والتجرينيا نشأتا في اليمن. إذن التجرينيا هي كذلك جاءت من اليمن، فهي أجنبية، تعتبر لغة أجنبية لأنه هي تابعة، جاءت من اليمن. اللغة العربية في إريتريا ليست مجرد لغة دينية، بل هي أيضا لغة الثقافة، هي لغة الثقافة والتعليم. هذه ردود للمعارضين والمؤيدين للغة العربية. ملحوظات، يقول الأستاذ ملحوظاته: من الملفت للنظر أن مقترح اعتماد لغة تجري لم يتقدم به البرلمانيون الناطقون بالتجري. البرلمانيون الناطقون بالتجري كانوا ينادون باللغة العربية، وكذلك العفر وغيرهم من الناطقون بغير العربية كانوا يطالبون أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية. إذن لإثارة الجدل وتفريق بين المسلمين قالوا أدخلوا أن التجري تكون أو التجراي تكون هي اللغة الثانية في إريتريا مع التجرينيا، ولكن لم يتقدم به البرلمانيون الناطقون بالتجري. ولكن تقدم به البرلمان الانضمامي ممثل منطقة سراي القس ديمتروس نائب رئيس البرلمان الإريتري، وقد عارض الناطقون بالتجري هذا المقترح من أساسه، وكانوا من أبرز المؤيدين لاعتماد اللغة العربية. عبر البرلمان الاتحادي المسيحي أمباي هبتي ومن منطقة كرن عن دعمه لاعتماد العربية والتجرينيا، ودعا إلى نبذ الفرقة، ودعا عن اعتماد العربية والتجرينيا. هذا هو برلماني، هو نصراني من منطقة كرن، قد يكون من البلين. إذن الأقلية البرلمانية المسلمة في داخل حزب الانضمام أصدرت بيانا مخالفا لموقف الحزب، مؤيدة اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية. يعني البرلمانيين في داخل حزب الانضمام إلى إثيوبيا، هنالك مجموعة من المسلمين كانت تطالب بانضمام إريتريا إلى إثيوبيا هكذا، لكن كان موقفه مشرفا في اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية ثانية. عارض البرلمانيون المؤيدون للعربية في أغلبهم إدراج البنج 39 حيث كانوا يشكون من مقصدها ويرونها غير ضرورية، يشكون من مقصدها ويرونها غير ضرورية، وقد تكون مدخلا لتقويض البند 39.
طالب البعض كرد فعل اعتماد اللغة العربية فقط كلغة رسمية إذا كانت ثنائية اللغة غير مقبولة. إذن يقول تحليل مسائل الخلاف، هو يريد أن يحلل مسائل الخلاف بين المؤيدين والمعارضين للغة العربية. يقول: هل اللغة العربية لغة في إريتريا؟ سؤال، هو يسأل. الجواب: يجيب الأستاذ إسماعيل إبراهيم المختار الجواب بداهة النفي، مع استثناء الرشايدة وهم العرب جاءوا هاجروا من السعودية أو من الجزيرة العربية، لكن النظر الأعمق يبين بوضوح أن اللغة العربية إن لم تكن لغة فهي لغة البيت، لأنه في البيت يقرأ فيها القرآن وتسمع إذاعات عربية التي تبث من الدول العربية هكذا، وبعض الناس يتكلمون بها، وذلك من خلال تداولها الواسع في البيوت الإريترية. والنظرة الاستقرائية العابرة تكشف أن العديد من العائلات الإريترية المسلمة تستعمل بجانب اللغة الأم اللغة العربية. مثلا في مصوع، مدينة مصوع ومدينة كرن، يتحدثون الناس باللغة العربية. علاوة على ذلك، فإن الأسر التي ترتبط برباط المصاهرة وتختلف لغاتها تستخدم اللغة العربية كوسيلة مشتركة للتواصل والتفاهم بينها. ويلاحظ هذا بصورة أوسع في الأسر المصوعية والمنخفضات الإريترية. بالإضافة إلى هذا، فإن مصطلحات اللغة العربية منتشرة ليس فقط في اللغات السامية الإريترية، ولكن أيضا في اللغات الحامية مثل لغة الساهو والتجرينيا التي يتحدث بها الجبرتة في إريتريا. على سبيل المثال تزخر بالمصطلحات العربية. الجبرتة يطلق عليها هي قومية مسلمة تتكلم باللغة التجرينيا وتدرس أبنائها باللغة العربية، حيث افتتحت مدارس عدة في أسمرة كانت تدرس باللغة العربية، رغم أنهم يتحدثون باللغة التجرينيا وهي لغة الأم أو لغة البيت كما يقول أستاذ إسماعيل ابن إبراهيم المختار. إذن على سبيل المثال تزخر بالمصطلحات العربية ونظرة سريعة في الشعر السيهاوي، وطبعا إبراهيم من القومية السيهاوية، إسماعيل بن إبراهيم المختار، وخاصة شعر الشاعر المخضرم الحاج صالح إنديجو قد نجد فيها كثرة المفردات العربية، هكذا يقول. ولقد أصبح انتشار اللغة العربية في داخل أكبر الجاليات الإريترية في الخارج في السودان والسعودية أمرا واقعا، حيث أصبحت اللغة العربية لغة البيت والأسرة. مشاهدي الكرام، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.